اللهم صل على محمد عدد ما يذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. النهارده إن شاء الله هنعمل طريقة الحواوشي الإسكندراني. ممكن تعملي العجينة في البيت وممكن تعمليها برّه، بصراحة أنا عملتها برّه لإني كنت تعبانة شوية ما كنتش قادرة أعمل أي حاجة، فقُمت عملت على طول خلطة الحواوشي وعملته برّه. بس لو حد عايز يعرف العجينة اللي بيتعمل بيها الحواوشي يبعت لي وفي الcomment تحت وأنا أبعت له الطريقة. بس أنا عشان أكون أمينة معاكم بيطلع ده زي ده، بس أنا ما قدرتش بصراحة إن أنا أعجن ونزلت عملته برّه وكده. بُصّوا الحواوشي الإسكندراني حلو جدًا، جدًا ومشهورين أوي، أوي بيه في إسكندرية. الخلطة بتاعته كده تحسّيها تحفة وبتنقلِك في حتّة تانية، مش قادرة أقول لِك يعني. فتابعوني إن شاء الله في الفيديو و امشوا معايا كده بالخطوات واعرفي خلطة الحواوشي الإسكندراني الخطيرة. أنا باوريكم شكل اللحمة جوّاه وهو بيتفتح، بسم الله كده. معايا كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا زي ما أنتم شايفين كده حوالي 3 بصلات كبار كده هاقطّعهم، أنا مقطّعاهم كده جوليان، هادخّله الكبة بتاعتي علشان خاطر يتفرم. الحواوشي إحنا ما بنحطّش عليه توابل كتير، بس إحنا لينا التكّات بتاعتنا بتاعة الحواوشي بيطلع تحفة فيها. زي ما أنتم شايفين أنا جايبة 3 بصلات بس كبار شوية، فعلشان ما ينفعش أدخّل البصلة كبيرة كده باقطّعها كده جوليان أو جوانح ونحطّها في الكبة. معايا إيه، معايا ملح وفلفل أسود ومعايا كمان البقدونس. طبعًا باكون غاسلة ومقطّعة كويس جدًا. بنحط إيه، ده ملح وفلفل أسود نُص معلقة من بهارات الحواوشي اللي هي بتتباع من كنور. هاضرب كده كل البصل في الكبة وأجيب اللحمة بتاعتي، أحط عليها البصل بعد ما أصفّيه من المَيّة. مش لازم تكون عجينة الحواوشي ما فيهاش أي مَيّة، لازم ما تكونش فيها أي مَيّة. ده طبعًا البقدونس زي ما أنتم شايفين أنا كنت ناقعاه، فباصفّيه من المَيّة زي ما قُلت لكم، وباحطه على اللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة بتاعتي واخدة وشّين فرم عشان تكون ناعمة معايا. وفي ناس بتفضّل إن هي تكون خشنة شوية، وفي ناس كمان بتعملها اللي هو لحمة وبتقطّعها قطع صغيّرة جدًا و تعمل بيها الحواوشي، بس أنا باحبها مفرومة كده وبتبقى فيها نسبة دهنة خفيفة جدًا. وباحط عليها البقدونس والبصل. أهم حاجة بس البصل يكون زي ما قُلت لكم يكون خالي خالص من أي مَيّة، ما يبقاش فيه أي مَيّة نهائي، ونعجن كويس أوي في العجينة علشان خاطر ن ن يعني تكون لَنِنة معايا نحشيها على طول، بس كده. ما فيهوش أي حاجة، عملناه بمنتهى السهولة، كده تعتبر العجينة خالصة معايا. أنا بس كل اللي أنا هاعمله زي ما قُلت لكم هاعجنه بس كلّه، أخلط المكونات في بعضها عشان أتأكد إن كل حاجة دخل فيها الملح والفلفل والبقدونس والبصل وكلّه امتزج في بعضه. خلاص كده وابتدي إن أنا أكوّرها على قد الكِوَر اللي أنا هاعملها، سواء هاعملها رغيف كامل أو هاعملها نُص رغيف زي ما أنا حابة. خلاص كده. بعد كده أقوم جاية حاطة إيه، دول شوية فلفل ملوِّن وفلفل أخضر، وباقلِّب برضه كويس جدًا، جدًا اللحمة بتاعتي، و باحطها إيه في العجينة. كده يعتبر أنا جِبت من كيلو لحمة عملت حوالي 2 كيلو. ليه؟ لإني زوِّدت بصل وزوِّدت فلفل وزوِّدت اللي هو البقدونس. فكل الحاجات ديّة خلّته زي ما أنتم شايفين. أنا باحطها في التلاجة شوية بحيث إن كل المواد تمسك نفسها كده ما تبقاش فيها أي ليونة. عشان إيه، وأنا باحشي أنا باكوّر الكِوَر على قد ما أنا هاعمل، في بنعمل نُص وفي بنعمل واحد، بس أنا حبيت إن أنا أعمله واحد كامل زي ما أنتم شفتوه. خلاص كده. آدي كده الكِوَر بتاعتي بقت جاهزة زي ما أنتم شايفين، كل كورة قد التانية عشان يبقى الساندويتش بتاعي مليان وزي الفل. إيه اللي موجود ده؟ ده عبارة عن
طماطم وفلفل ألوان وفلفل أخضر وشوية فلفل أسود علشان خاطر نعمل كمان عيش بالبسطرمة. باحط كده شرايح البسطرمة وشرايح التركي، معايا موتزاريلا ومعايا شيدر مبشورة، وباحط كل ده بارصه كده فوق بعضه في الفرن. ده بواقي الcheddar بتاعتي، ودي البسطرمة اللي أنا هاعمل بيها والتركي، وطبعًا بنعمل حسب العدد اللي موجود عندي. بُصّي ده شكله. أسهل وصفة للحواوشي الجميل اللي إحنا بنحبه وبنجيبه من برّه. أتمنى وصفتي النهارده تكون عجبتكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة، أحلى عيلة وأحلى أصدقاء في الدنيا.